السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من شيوات بشرى الفاسية. تنتمنى لكم يا ربي باش تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم هو البريوش بالشكلاط. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو إن شاء الله بإذن الله. عندي هنا 200 غرام ديال الفورس يعني من النوع الجيد. عندي هنا 2 ساشيات ديال 7 غرام ديال الشكلاط بودرة يعني ما يعادل 14 غرام. عندي هنايا واحد 50 غرام ديال 50 مليلتر ديال الحليب، واحد 4 كاس، 60 غرام ديال الزبده. عندي هنا 2 بيضات، 4 غرام ديال الخميره ديال الفوريه، يعني واحد المعلقه صغيره. هنا معلقه كبيره وشي حاجه ديال السكر. وعندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال الملح. ودابا نمشيو للطريقه ان شاء الله باذن الله. شي زديفه غادي نعمل هكا هاد 2 بيضات. بسم الله. غادي نضيف الحليب، غادي نخلط هكا مزيان هاد الحليب مع هاد البيض. دابا غادي نضيف هاد الخميره ديال الخبز اللي هي معلقه صغيره واحد 4 غرام. صافي غادي نخلط هاد الخميره هكا، يعني هاد السوائل كلهم غادي نخلطهم. صافي هاني خلطته. من الافضل ديروا الحليب والخميره هما الاولى، عاد تتخلطوهم يعني بدو بالخميره، عاد زيدوا البيض. ما ديروش فحالي لانني انا صراحه درت غلط، ولكن غادي نحاول انني نمزجو هكا. صافي غادي نقبض هذا الدقيق ديالي هذا، غادي نفرغ عليه هاد الساشيات هادو ديال الشوكولات او بذره الشوكولاته. غادي نضيف هنايا هاد السنيده او سكر سنيده، وغادي نضيف المليحه. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو. صافي غادي نبدا نعجن. صافي غادي نعجن هاد هاد العجين ديالي وندلكو يعني حتى يولي يعني العجين يولي ناعم، ونرجع معكم باذن الله. صافي العجينه ديالي ها هي عجنتها، جات على هذا الشكل هكذا. دابا غادي نضيف لها هاد الزبده. بالنسبه للعجينه الا جاتكم خفيفه زيدوا لها الطحين شي شويه، يعني واحد 20 غرام بحال هكاك، يعني على حسب النوعيه ديال الطحين. دابا غادي ندخل فيه هاد الزبده هكا ونرجع معكم باذن الله. صافي العجينه ديالي هي هكا، تتكون تتلصق شويه باليد. دابا غادي نجمعها ان شاء الله. صافي ونغطيها حتى واحد تضاعف الحجم ديالها، يعني تخمر تضاعف مزيان. صافي جمعتها هكا، يعني نحاول نجمعها بشي طريقه هكا يعني باش متبقاش تتلصق لنا في اليد، لان العجين تيتلتصق شويه. دابا غادي نغطيها ونخليها يعني كيف ما قلت لكم تيضاعف الحجم ديالها على حسب الجو ديال المطبخ ديالكم، ونرجع معكم. بعد ما خمرت لي العجينه ديالي دوزت ساعه. دابا غادي ندردر هكا شويه ديال الدقيق، وغادي نجبد هاد العجين هكا. ضروري من الدقيق لانه تيتلصق، يعني باش يمكننا نتحكموا فيه.
صافي غادي نخرج منه داك الهواء اللي فيه، نحيد هذا الفائض هذا ديال الدقيق. صافي وغادي نقطعهم، كل وحده غتكون فيها 60 غرام. انا غادي نشوف شحال غتخرج لي من وحده، يعني هاد العدد. خرجت لي 7 ديال الوحدات. صافي دابا غادي نجمعهم هكا ونكورهم هكا في اليديه بهاد الطريقه. غادي نغطيهم هكا بواحد المنيدل ونخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه ونرجعوا باش نشكلوهم باذن الله. بعد ما دازت 15 دقيقه صافي غادي نقبض اول وحده، غادي نعمل هكا شويه ديال الدقيق صافي وغادي نطلق هكا. صافي غادي نعمل هكا بهذا الشكل هكا. نرقق من هاد البلايص هكا، وهاد الجهه نخليها يعني هكا غليظه، وهنا نخليها هكا رقيقه بهذا الشكل، يعني باش يعطيونا واحد الشكل اللي هو زوين. صافي انا طلقت هكذا، دائما تنطلقها على الوجه ومن بعد عاوتاني تنقلبها هكا صافي وتنبدا نجمع فيها على هذا الشكل هكذا. صافي على هذا الشكل هكذا. صافي نجمعهم هكا من الجناب. صافي غنستمر حتى نكمل، وغادي نعاود نغطيهم يخمروا لمده ديال ساعه ونرجع معكم باذن الله. صافي غادي نغطيهم هكذا، يعني عاوتاني حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم، يعني واحد المده ديال ساعه بحال هكاك. صافي ونرجعوا ان شاء الله باش غادي نديروا الوجه ديالهم بالبيض. صافي خمروا هاد يعني هاد البريوش خمر. دابا عندي هنايا بيضه درت معها غير شويه ديال الخل. صافي وغادي ندهنهم هكا. غادي ندخلهم للفرن على درجه 180 لمده ديال 15 دقيقه حتى ل 17 دقيقه، وغادي نخرجوهم ان شاء الله. وغادي نكملوا تتمه التحضير، يعني غنصوبوا واحد الكريمه باش غادي نعمروهم. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله باذن الله. البريوش ديالنا هو وجد جا على هاد الطريقه بحال هكا، هانتوما شفتوا. دابا غادي نخليه يبرد، يعني يبرد تماما في خطره واحده. دابا غادي نمشي نوجد الكريمه اللي هي غادي نوجدها بالشكلاط، الطريقه اللي هي سهله وبسيطه جدا. دابا ان شاء الله غادي نوجد الكريمه. عندي هنايا واحد 250 مليلتر ديال الكريمه، لا كريم شونتي. بالنسبه لهاد الكريمه انا عندي حلوه، الا كانت عندكم يعني من داك النوع اللي مسوس ضيفوا عليها واحد 30 غرام حتى ل 35 غرام ديال السكر كلاصي او سكر بودره. دابا ان شاء الله غادي نطلعها، ما غاديش يعني باش ما نصدعكمش، ما غاديش يعني حتى نطلعها، وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي تكون. بعد ما وصلتها لهذا القوام هذا غادي نضيف هنايا واحد الكيس ديال الشوكولا بودره او بودره الشوكولاته. يمكنكم تمشيو حتى لجوج ديال الاكياس، انا غندير غير واحد
صافي. ودابا عاوتاني غادي نخلط. صافي هذا هو القوام اللي خاصنا يعني هكا نخدموها نيت هكا مزيان. صافي دابا راني ساليتها ان شاء الله، ودابا غنمشي نعملها في البوشادوي. غادي نقبض واحد الوحده من هادو، غادي نقبض هكا هاد يعني السكين اللي تيكون مسنن من الافضل يعني باش ما تخسر لكمش. صافي غادي نقطعها هكا. غادي نحلها هكا بهاد الطريقه بهذا الشكل، وغادي نقبض هاد الكريمه هذه. غادي نعملها هكا واحد الخط حتى الاخر، نحاول نزول الفائض، وغادي نعملها هكا حتى الاخر على هذا الشكل هكذا. الاعاده ان شاء الله باش يعني تستافدوا اكثر. هانتوما شفتوا بهذه الطريقه تنحلها صافي وتنعملها هكا. بهذا الشكل هكذا. صافي غنستمر حتى نكملهم ونرجع معكم ان شاء الله باش نتلاقاو مع الشكل النهائي باذن الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال البغيوش ديالنا اللي معمر بالكريمه ديال الشكلاط. زينته هنايا بحبوب ديال الشوكولاته بيضاء ويعني وسوداء. تنتمنى وصفه اليوم باش تنال الرضا ديالكم، وما تنساونيش اعزاء بلايك والاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات والى فيديو مقبل باذن الله.